فيلم الباشا تلميذ واحد من أعبث الأفلام الكوميدية في السينما المصرية. في الحلقة دي هنعرف القصة الكاملة ونشوف ونحلل الفيلم مع بعض. فقبل بداية الحلقة عايزك تنزل تروق عليا باللايك والاشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. وبيبدأ الفيلم بمشهد لحازم وهو في الحمام ونجدت بيخبط عليه عشان مستعجل وعايز ينزل. طب ايه علاقة حازم بنجدت؟ بنعرف إن حازم بيبقى أخو مراته وعايش معاهم غلاسة كده، وكمان مراته بتشكر فيه جدا. وفي تضاد لطيف جدا في الحتة دي ما بين شخصية نجدت اللي تشوفها فيها جد شوية، وبين حازم الشخصية المستهترة واللي عنده لا مبالاة رهيبة. وبالمناسبة ده من أكتر الأفلام اللي محمد لطفي كان بيجيب فيها صريخ ضحك. المهم بنلاقي نجدت نازل رايح الوزارة وبيكون مستعجل وبيوصل لمساعد وزير الداخلية، ومن هنا بنعرف فكرة الفيلم كله، وهو إن في طلاب في جامعة معينة بيضربوا مخدرات، وكل ما يحاولوا يمسكوهم ما بيعرفوش. فبتيجي فكرة من نجدة وهي إنهم يزرعوا ما بينهم ضابط حديث التخرج علشان يكشفوا المتلبسين. وبيقع الاختيار على بسيوني، ولما بيسأل حازم عليه بيقعد يمدح فيه كتير، لكن لما بيعرف إنه هيتنقل عندهم فبيغير كل الكلام اللي كان بيقولوا عليه علشان كان عايز هو اللي يتنقل مكانه. وبنروح لتقديم شخصية البطل وبنعرف إن أبوه اللي هو جاي يسلم عليه، وده لأنه بيخدم في الأرياف. وبنعرف كمان إنه عايز يجوزه بنته مساعد وزير الداخلية، وده علشان يتنقل من المكان اللي هو فيه. لكن انت ازاي ابوك اللي هو مش عارف ينقلها؟ انا بشوف انه اقحام لاي مبرر عشان المشهد ده. المهم نجدة بيبعت حازم علشان يجيب بسيوني، ففي الحته دي بيحصل لبس، وهو ان حازم بيروح يجيب بسيوني على اساس انه مقبوض عليه، فبسيوني بيفكر انه علشان موضوع بنته مساعد وزير الداخليه. والمخرج وائل احسان هنا حط لك نوع الكوميديا المبني على سوء التفاهم، علشان النوع ده من الكوميديا بيبقى مضمون انه هيجيب ضحك. المهم بيروح ندت هو اللي يقدم الورد، لكن بيلبس هو، وبعدها بيعرف ان بسيوني طلع ورور ومش زي ما حسن كان قايل له. وبعدها بيجي احلى مشهد في الفيلم، وهو مشهد الفرح. والمشهد ده كان فيه شويه افيهات ايقونيه، بداية من مشهد المغنية اللي كان صوتها مؤذي فلما بتقع من على مسرح الفرح كله بيقوم يرقص، وكمان مشهد الفنان سليمان عيد الله يرحمه وهو بيعد المحاضر، ولحد مشهد بسيوني وهو بيسخن ما بين العيدتين وبيقول كمية إفيهات أيقونية. ايه يا جدع انت الكلام الباسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم. بيخلي الفرح كله يقوم يضرب في بعضه. وفي اللحظة دي بيدخل نجدة، ساعتها بسيوني بيكون عايز يفض الخناقة فما بيلاقيش غير خرطوم المية وبيرش بيه كل الفرح في مشهد عبثي مضحك جدا، لدرجة إنه بيغرق نجدة والبدلة بتاعته بتغرق مية وبسيوني بينشفها له. وبنروح بعدها المشهد ما بفهموش الصراحة، وهو مشهد نجدة وهو بيلبس حازم التورتة في وشه. والسؤال هنا هو إيه مناسبة التورتة في المشهد؟ هي اتحط كده علشان تلزق في وشه بس، إقحام بلا أي مبرر. المهم الثقة ما بين نجدة وبسيوني بتتقطع قبل ما تبدأ، وده لأن نجدة عارف إن بسيوني ورور وانه مش هيكون مناسب للعمليه دي، لكنه بيضطر يخليه يقوم بالعمليه لانه خلاه يقابل مساعد وزير الداخليه. وبيبدا نجدة يعرض له صور الشله اللي المفروض يدخل وسطها ويعرفه على شخصياتهم بمعنى صح. وبيبدا بسيوني يختار اللبس اللي هيروح بيه الجامعه، وبيكون مضطر طبعا انه يشيل شنبه ده اكيد يعني. المهم بسيوني بيروح اول يوم الجامعه وبيقابل العميد وبيقول له انه مرفوض من 3 جامعات قبل كده، وده طبعا ورقه داربينه لبسيوني علشان يبان واد بخربش وكده. فبنروح للمدرج وبنلاقي طالب داخل المحاضرة، لكن الدكتور بيرفض يدخله. لكن لما بسيوني بيدخل المدرج بيدخل ولا كأنه داخل زريبة حرفيا. وفعلا بسيوني بيعمل الدور ولا أروع، وكان لازم يخش راسم الدور كده من الأول علشان الكل يعمل له ألف حساب بعد كده، حتى الدكتور جاب ورا منه. المهم بسيوني بيكون عايز يعلق انجي، وده علشان هي كبيرة الشلة زي ما نجدت كان مفهمه. المهم طارق كابو بيبقى بلع الطعم خلاص واشترى ان بسيوني ممكن يتضم للشلة، لكن بيبقى فاضل انه ينكشوا نكشة بسيطة كده علشان يتطمن. فبتروح انجي تجر شكل بسيوني وطارق بيكعبله كده وهو معدي، فبسيوني بيفخم عليه فانجي على طول بتعجب بيه، ده كمان بتعزمه على الحفلة عندها. ولك ان تتخيل ان بسيوني دخل وسط الشلة من اول يوم حرفيا، اللي هو ايه السرعه والكاريزما دي. المهم بسيوني بيروح على الحفله وهناك بيبقى واخد وضعه لان كل الشله بتكون حبته هو وكرهت طارق، وده بعد ما اتعلم عليه الصبح. بنلاقي رامز جلال بيسخنه كده. الصراحه رامز جلال كان عسل في الفيلم ده ومن اكتر الناس اللي ضحكتني. المهم انجي بتفرج بسيوني على البيت بتاعهم، وفي نفس اللحظه ابوه بيدخل عليهم وبيحصل لبس ساعتها، بس ابوه بيكون مزود الموضوع حبتين يعني، لدرجه انه بيروح يشتكي لعميد الجامعه. وساعتها بسيوني بيكون واخد نجدة معاه على انه ابوه. هتقول لي المفروض ان نجدة ده شخصيه معروفه وازاي عميد الجامعه مش هيكون عارفه؟ فالفيلم حرفيا مش بيجاوب على كده. المهم بيعرفوا يخلصوا الموضوع ودي، وهم خارجين شويه بنات بيصبحوا على بسيوني كده، وده تقريبا من تالت يوم ليه في الجامعه، اللي هو انت سريع قوي يا بسيوني. المهم بسيوني بيقول لنجدة انهم هيتجمعوا في مكان النهارده وان ممكن يمسكوا متلبسين، وبيمشي بسيوني ورا البت اللي بتنضف عشان كان شاكك ان هي اللي بتحط لهم المخدرات، لكن بيكتشف انها بتاخد الكتب من الدواليب عشان تذاكر فيها، فبيتفق معاها انها تراقبهم في الجامعه. المهم بسيوني بيروح على الحفله اللي كان قايل لنجدة عليها، فبيلاقوهم ممليطين الدنيا على الاخر، وساعتها بيدبسوه في دماغ بلد. فلما بيعرض الموضوع على نجدة وبيوري له التوليفه اللي عملها من عند العطار، فنجدة بيرفض في الاول، وبنلاقي حازم بيسمعهم من ورا الباب وبيجي ميم زي ايقوني.
الكسفه اللي انت فيها يا حازم. وساعتها بسيوني بيتفق مع نجدة انه هيعمل لهم الحفله عنده في البيت، لكن حازم بيكون شارب الجوب اللي كان عامله بسيوني لنجدة. المهم بسيوني بيعمل لهم الحفله وبينبسطوا اخر انبساط، ومايا بتشبط في نجدة، ومايا دي تخصص انها تندلع على اي حد في الفيلم ده. المهم حازم بيدخل عليهم وما بيكونش فاهم اي حاجه في اي حاجه، وبيقولوا اللبس ده ماشي مع الشبكه اللي بره. قال يعني شبكه اداء؟ والله محمد لطفي عسل في الفيلم ده. المهم بنروح لمسؤول الرحلات، وهو بيقول لعميد الجامعه انه عايز يخلي الرحلات تبقى مرتين في الاسبوع بدل مره، والبت اللي بتتنضف بتسمعهم من ورا الازاز. وبيجي مشهد من رواية الفيلم ده الصراحة، وهو لما حمزة بياخد بسيوني نجدت معاه عشان يتقدم للبت اللي بيحبها، وبيكون مشهد تاريخي منهم التلاتة، وكانوا بيحدفوا إفيهات على بعض، لكن بيكون في سقطة بسيطة كده. وهو لما نجدت بيسأل بسيوني بيقول له هو حمزة بيعرف يغني؟ طب ما نجدت بذات نفسه هو اللي قايل لبسيوني، وهو بيقدم للشلة في الأول إن حمزة مطرب فاشل، لكنه مشهد جاب صيغة ضحك وعجبني جدا. وكان رامز جلال في حتة كده لازم يغني أي حتة لمحمد محي في كل فيلم يعمله، كان بيقطع فيه بشياكة. المهم بسيوني بياخد إنجي على السينما، وحمزة بيجيب لهم 5 تذاكر ب70 جنيه، وبياخد باقي كمان. وبعد ما يخلصوا الفيلم بسيوني بيحاول يقنع إنجي إنها تتغير، وهو كمان بيساعدها على كده. فلما طارق بيحس إن إنجي راحت منه لبسيوني فبيسخن وبيعمل حفلة ضرب وبيجيب فيها بسيوني، ولكن بنعرف بعدها انها غرزة. وبعدها بيجي مشهد ومايا رايحة نجدة البيت فبيمشيها عشان مراته بتكون جوه، لكن بنلاقي ان اسمه مكتوب على باب الشقة اللي هو نجدة سلام، وهي عارفة على انه القبطان عزمي. فايه ما لفتش نظرك اي حاجة في الاسم؟ طب ورحت له على اساس ايه؟ مش عارف. وهي ساقطة في الفيلم وغلطة ساذجة جدا من المخرج. المهم حمزة ما بيبقاش مطمن للي طارق عايز يعمله، وبيجي المشهد اللي بيضحكني موت، وهو لما طارق بيخلي واحد يبلغ عليهم وبيخلع هو وحمزة وبيسوقوا بسيون. بسيوني بسيوني. يا نهار اسود. حازم حازم. المهم حازم بيتحفظ على بسيوني لحد ما نجدت يوصل، لكن لما نجدت بيكون وصل بيكون بسيوني هرب. ونروح بعدها الرحلة من رحلات الجامعة اللي كان بسيوني طالع معاهم فيها علشان يشوف هما بيعملوا ايه، وبيوصلوا وبيخيموا وبينبسطوا. وبيجي مشهد الإزازة والقعدة بيبقى فيها رمي على طارق، وتاني يوم طارق بيلبح إنجي ماشي مع بسيوني، ولما بسيوني بيرد على التليفون طارق بيروح يتهجم على إنجي وبيندى على بسيوني. وبجد طارق ده أعبط فيلن شفته في حياتي، لأنه ما بيعملش حاجة حرفية، ما بيخوفش خالص، مستني لما بسيوني يجي حتى. وكمان لما بسيوني بيضربه مفيش اي ردة فعل. المهم جميلة بتلاقيه حب انجي فبتفكره وبتقول له اوعى تنسى انك باشا مش تلميذ، ودي اللي منها جاء اسم الفيلم الباشا تلميذ. المهم بسيوني لما بيراقبهم بيحس ان في حاجة غريبة بتحصل، فبيتكلم نجدت عشان يظبط لهم كمين، ومن الغباء بنلاقي نجدت هو اللي في الكمين وبرضه محدش شاف. ولما بيفتشوا الاتوبيس ما بيلاقوش حاجة، وهنا نجدت بيكون فقد الثقة في بسيوني وبيخليه يسلم القضية، لكن بسيوني بيقول له ان شافهم وكان ممكن يمسكهم متلبسين، لكنه ما كانش بقى عايز نيابه. لكن ساعتها نجدت بيقول له انت اتكشفت. طب ازاي؟ الفيلم ما بيجاوبش. وبس يوني لما بيروح الجامعه بيلاقي صوره متعلقه في كل مكان ببدله الشرطه، وساعتها بيقول له انه كشفه من اول يوم. لكن ازاي ده كله؟ الفيلم حرفيا مش بيجاوب على الكلام خالص، ولا بيبرر التحول المفاجئ اللي حصل. والله انا عارف ان في مليون حاجه ممكن تكشف بسيوني وحاجات اتفه من التفاهه، لكن كان ممكن تعمل مشهد فلاش باك ب 2 جنيه وربع وتجاوب على كل التساؤلات، وكمان تدي عمق للفيلم. المهم بالله انجي بتقول له أنا اتغيرت عشانك. وبعدها بسيوني بيروح مكان ما جه في الارياف، لكن في الجامعه جميله بتشوفهم هما بيدخلوا شحنه مخدرات، فبتقول لي انجي، وانجي وحمزه بيروحوا على بسيوني علشان يعرفوا الكلام ده. فبسيوني بيروح يهجم عليهم في المخزن، وبيكون ساعتها طارق مبلغ حازم فبيحضر هو كمان، وبكده بيكونوا قبضوا عليهم متلبسين. بيجي المنزل الايقوني حاول تعمل حاجة صح. وبيتخرجوا من الجامعة، وهنا فيلمنا بيكون خلص وبنروح لمراجعة الفيلم. والفيلم ككوميديا هي أحلى حاجة فيه حرفيا، والكيمياء اللي ما بين كريم عبد العزيز وحسن حسني الله يرحمه كانت عالية قوي. كمان رامز جلال ومحمد لطفي كانوا ممتازين لما كانوا بيدخلوا على الخط. ودي من سلبيات الفيلم، وهو ان الشخصيات معظمها اتبنى لها غلط وكانت سطحيه قوي. كمان الفيلم فيه غلطات اخراجيه ساذجه ذكرنا جزء منها في الفيلم، ولو ركزنا هنلاقي غلطات اكتر. لكن غلطه المخرج وائل احسان الكبيره في الفيلم ده هو انه ما عرفناش ازاي بسيوني اتكشف، ودي ممكن ما تعديش في مراجعه الفيلم. لكن في النهايه هو الفيلم اتباع لانه كوميدي، فقشطه اشتريت طبعا كوميديا وبس. ولحد هنا يا حبيب اخوك دي تكون نهايه حلقتنا. لو عجبتك الحلقه ما تنسيش تدعمني بلايك واشتراك في القناه، وسلام.